في كدبة كبيرة اتزرعت جوانا من زمان، إنك لازم تبقى كامل عشان تنجح، وإن القرار لازم يبقى صح 100%، وإن المشروع لازم يبقى جاهز قبل ما تبدأ، لكن الحقيقة مختلفة تماما. النجاح نفسه رحلة مليانة أخطاء، والإنسان اللي بيتقدم في الحياة مش الإنسان الكامل، لكنه الإنسان اللي عرف يتصالح مع عدم الكمال. أهلا بيكم في ميتنج. أنا دكتور محمد عثمان، والنهاردة هنتكلم عن تقبل عدم الكمال. زمان كان في فكرة منتشرة إن الشخص الناجح هو الشخص اللي بيعمل كل حاجة صح، لكن لما تعيش في السوق وتتعامل مع الناس هتكتشف إن معظم الناس اللي نجحت ما كانتش بتعمل كل حاجة صح، لكن كانت بتعمل حاجة أهم، كانت بتتحرك. واحدة من أخطر الحاجات اللي بتعملها الكمالية إنها بتخلينا نقارن نفسنا بالنسخة المثالية للناس، خصوصا في زمن السوشيال ميديا. بتشوف نجاحات الناس، صورهم، إنجازاتهم، لكن اللي مش بتشوفه هو الأخطاء، الفشل، اللحظات الصعبة اللي عدوا بيها. الحقيقة إن كل إنسان ناجح ورا قصته عشرات الأخطاء، لكن الفرق إنهم ما وقفوش عندها، هم فهموا حاجة مهمة جدا: الحركة غير الكاملة أفضل 1000 مرة من الكمال المؤجل. ليه ناس كتير بتخاف تغلط؟ الحقيقة إن الإنسان من وهو صغير بيتربى على فكرة غريبة شوية: لو غلط يتعاقب، لو فشل يتوصف إنه مقصر ويتقارن بغيره، فتتكون جواه رسالة مباشرة إن الغلط خطر. ومع الوقت الرسالة دي تكبر، يبقى الشخص كبير لكن لسه جواه خوف قديم من الخطأ، فتلاقيه بيعمل حاجة غريبة: بدل ما يجرب ويتعلم يفضل يحسبها 1000 مرة، يفكر كتير ويتردد أكتر، وفي الآخر ما يعملش حاجة. الغريب إن الحياة نفسها مش كاملة، الكمال وهم، مفيش إنسان كامل، مفيش مشروع كامل، مفيش قرار كامل، لكن إحنا بنطلب من نفسنا حاجة مستحيلة. وأحيانا الكمالية مش علامة قوة، لكن علامة خوف. خوف إنك تغلط، خوف إن حد ينتقدك، خوف إن صورتك قدام الناس تهتز، فتفضل محافظ على صورة مثالية لكن حياتك واقفة. لكن الناس اللي بتتقدم في الحياة فاهمة حاجة مختلفة، فاهمة إن الإنسان بيتعلم وهو ماشي، فاهمة إن التجربة أهم من المثالية، فاهمة إن الخطأ مش نهاية الطريق لكن جزء منه. الحياة مش بتكافئ الكمال، الحياة بتكافئ الحركة، اللي بيجرب، اللي بيتعلم، اللي يقوم بعد ما يقع. لما تتقبل إنك إنسان غير كامل بيحصل تغيير مهم جدا جواك، الضغط بيقل، الخوف بيهدى، والحركة تبدأ. تقبل عدم الكمال معناه إنك تقول لنفسك: أنا هتعلم، هغلط، هعدل، لكن مش هقف. في حياتك هتاخد قرارات كتير قبل ما تبقى جاهز، وهتبدأ مشاريع قبل ما الصورة تبقى واضحة، وهتتعلم مهارات وانت أصلا لسه بتغلط فيها، ودي مش مشكلة، هي دي الحياة. خلينا نفهم حاجة مهمة: تقبل عدم الكمال مش معناه انك ترضى بالضعف، لا خالص. في فرق كبير بين انك تقول انا كده وخلاص، وبين انك تقول انا لسه بتعلم. الاولى استسلام، التانية نضج. الشخص الناضج فاهم ان الانسان بطبيعته مش كامل، وان التطور بيجي خطوة خطوة، مش ضربة واحدة، ولا قرار واحد، ولا بداية مثالية. انت مش مطلوب منك تكون كامل، مطلوب منك تكون في طريق التحسن. ولو فضلت مستني النسخة المثالية منك حياتك هتفضل واقفة. لكن لما تقبل انك انسان طبيعي في نقص وفي اخطاء، ساعتها هتكتشف حاجة جميلة: ان التقدم الحقيقي بيبدأ من انسان غير كامل بس عرف يتصالح مع عدم كماله ويحوله لطاقة تطوير. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج.